ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. خديها قاعدة في حياتك كده، الراجل ما بيحبش الست النكدية. يعني ما تفضليش كل شوية تنكدي عليه، وتفضلي كل شوية تزني عليه وتتصلي بيه كل شوية كل شوية. يعني خليكي تقيلة في نفسك، مش كل شوية تتصلي، مش كل شوية انت فين، انت فين، انت بتعمل ايه، انت ما قلتليش ان انت رايح المكان الفلاني ليه، انت ما قلتليش انت بتعمل كده ليه، انت ما قلتليش انت خارج مع اصحابك ليه، انت ما عملتليش ليه، انت ما سويتليش ليه، انت مش هتخرجني، انت مش هتوديني، مش هتجيبني. في بنات بتعمل كده في فترة حتى البداية، لسه تعارف، في فترة التعارف لسه بيعملوا كده. امال لما تتخطبي او تتجوزي هتعملي معاه ايه؟ انت كده هيقول عليكي اصلا نكدية، وهيسيبك من البداية، لان فترة التعارف دي بداية يعني لسه بتتعرفوا على بعض، يعني انتوا لسه بتتعرفوا على بعض. فانت لما تفضلي انت فين، انت ايه، انت بتعمل ايه، انت بتسوي ايه، انت عماله تتصلي كل شويه، عماله هو بيحس ان هو كده متراقب، يعني هو بيحس ان هو متراقب، ان انت كده مراقباه. فهو يعني مش هيكمل معاكي، مش هيكمل بجد. اما حد بيحس ان هو مخنوق بيحاول يفلت باي طريقه ايا كانت. انتي لما تحسي ان انتي مثلا حد ماسكك من رقبتك كده ومخنوقه، بتحسي بايه؟ بتحسي ان انت عايزه تزقيه، عايزه تخلصي منه، عايزه ان انت تبعدي عنه باي طريقه، عايزه تشوفي اي مهرب من اللي انت فيه ده. فهو نفس الموضوع، بس الراجل بيبقى احساسه زياده شويه، يعني بيبقى يعني اكتر مننا، بيبقى ما بيحبش الخنقه. هو الراجل ما بيحبش حد يزن عليه ويقول له انت بتعمل ايه، وهاتلي وسويلي واسال عليا واتصل بيا واهتم بيا. لا، الراجل ما بيحبش كده. هو اساسا لو بيحبك انتي هتلاقيه من نفسه بيعمل كل حاجة، بيعمل كل حاجة انتي بتلحي عليه فيها، اللي هو المفروض انتي ما تلحيش اصلا. يعني هو لو بيحبك بجد انتي هتلاقيه بيعمل كل حاجة من نفسه. هتلاقيه بيتصل بيكي كتير، بيطمن عليكي، بيقولك انت فين وجايه منين ورايحه فين وازيك وعامله ايه وسلامات وكل حاجه من نفسه كده. لكن انت لما تقعدي تلحي، هو اول حاجه يفكر فيها ازاي اخلص منها، ازاي اخلص من زنها، وازاي اخلص من كلامها وطريقتها واسلوبها. انا اعرف واحده يعني، زميله ليا في الشغل، فهي مرتبطه بواحد في الشغل، تمام. والله والله بجد، يعني بتزن عليه بطريقه بشعه، بتزن عليه في التليفون بطريقه بشعه بشعه بشعه، يعني ليل ونهار عماله تي 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 تتصل بيه، وهو يا بيرد يا ما بيردش بصراحة. يعني هو ساعات يعني يرد وساعات ما يردش حسب، وساعات اما بيرد عليها بيتنرفز عليها، يقول لها يا بنتي انا معايا ناس، يا بنتي انا في المكان الفلاني ما ينفعش ارد عليكي، يا بنتي انا مع ماما، يا بنتي انا مش عارف ايه. هو بيحاول كذا مرة ان هو يوصل لها ان انت ما تزنيش عليا. يعني انا حتى بقول لها ايه، يعني هو بيتصل بيكي او حاجة تقولي لا ما بيتصلش. طب خلاص ما بيتصلش، ما تسيبيه، يعني خلاص سيبيه لما هو يتصل. لا، هي ما بتسيبوش بقى لما هو يتصل. الصبح تتصل، إيه، على الساعة 10 كده تتصل، على الساعة 12 تتصل، على الساعة 1 تتصل، على الساعة 2 تتصل، بالليل تتصل. وكل ده ممكن يكون ما بيردش عليها او كده، بس هي عماله برضو، هي عماله شغاله شغاله شغاله. انت بتستفيدي ايه لما انت بتفضلي تتصلي بواحد ما بيردش عليكي؟ بتستفيدي ايه؟ انت نفسيتك اصلا بتتعب. آم، هو كمان بياخد عنك فكره ان انت، يعني سوري في الكلمه، انت لازقه. دي لازقه، دي مش لاقيه حد وماسكه فيا بقى، ومش لاقيه حد اساسا وماسكه فيا وعماله بقى تتصل بيا كل شويه وتقول لي انت فين وجيت منين وابصر ايه ومدرك ايه وبتاع ده. هو بيزهق منك، والله بيزهق منك. وبعدين بيقول يعني بيجي بقى في دماغه ايه، انت كده قبل الجواز، امال بعد الجواز هتعملي فيا ايه؟ انت بعد الجواز هتكرهيني في هدومي. يا بنات والله العظيم ما تعملوش كده، ما تحسسوش الولد يعني اللي معاكوا ده ان هو اخر قطعه في الكون، وعمالين تلحوا 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 تلحوا.
هو كويس وكل حاجة وبيحبك وكل حاجة، بس انت لو فضلت تلح عليه والله ممكن يمل منك، يمل ويزهق. انت حطي نفسك مكانه. انت لو في واحد عمال يلح عليكي ويتصل بيكي كل شوية ويكلمك كل شوية ويسأل عليكي كل شوية، وتنزلي من البيت تلاقيه واقف لك قدام البيت، وتخرجي تلاقيه خارج وراكي، يقول لك اصل انا خايف عليكي قوي وحبيت اطمن عليكي، اصل انا مش عارف ايه، انت نفسك هتتخنقي، انت هتحسي بخنقه، هتحسي ان حد ماسكك من رقبتك، هتقولي له سيبني بقى في حالي، سيبني اعتقني لوجه الله. هو الشاب كده برضو، يعني هو مش عايز خنقه، هو يعني سيبيه براحته، سيبيه براحته خالص. لو ما كلمكيش يبقى اكيد مشغول في حاجه. بدل انت واثقه ان هو بيحبك، يبقى هو اكيد انشغل في حاجه ومش عارف يتكلم مثلا دلوقتي. عادي مفيش مشكله، سيبيه هيرجع يكلمك لوحده كده. هو لما انت ما تكلمهوش هيرجع يقول طب هي ما كلمتنيش ليه، راحت فين، طب هي عملت ايه النهارده، طب هي مثلا خرجت، طب هي زيها، طب هي لحسن تكون مثلا ما بتكلمنيش كده، لحسن تكون تعبانه ولا حاجه. هو هيفضل ايه يفكر فيكي ويفكر في دماغه ايه، هتيجي في دماغه افكار كتير قوي، ان هو انت ليه ما كلمتنيش، انت ليه، طب ايه، طب فينك، طب بتعملي ايه، يا ترى يا ترى يا ترى. لكن انت ما تفضلي تلح عليه، انت مش مدياله فرصه ان هو يفكر، انت مش مدياله فرصه تماما ان هو يفكر في اي حاجه. هو كل اللي هو بيفكر فيه ساعتها لما انت بتلح عليه ان هو يبص على الموبايل كده ويقول ايه دي بتتصل ايه، طب انا هقفل لها بقى الموبايل خالص، ده اللي هي تقرفني كده. لما طب بصي، هو ممكن تكوني بترني كده يبصلك كده ايه، طب لما افضى بقى ولا لما يجي لي مزاجي هبقى اكلمك، انت اساسا مقرفه، انت مش عارف. طب ليه تحطي نفسك في الوضع ده؟ ليه تحطي نفسك في واحد يقول عليكي كلمه مثلا، هو مش هيقولها في وشك بس هيقول مثلا عليكي وانت بتتصلي، من كتر الالحاح بتاعك هيقول عليكي ايه دي رخمه قوي، يا دي صعبه قوي، يا دي مش عارف ايه. وممكن يكون الكلام ده مثلا قدام حد مثلا من اصحابكم، قدام قريبه، قدام يعني قدام مثلا اخته، قدام وهم ياخدوا عنك فكره وحشه. ليه بتحطي نفسك في الوضع ده؟ اللي ما يكلمكيش ما تكلمهوش، واللي يحبك حبيه، واللي يعبرك عبريه، ويخلي معاملتك بالمثل. يعني سأل عليك اسألي عليه، قالك كلام حب قولي له كلام حب، قالك جابلك هدية اديله هدية. يعني خلي المعاملة بالمثل، ما تبقيش انت اعلى كده، ما يبقاش اعلى عمالة تتصلي وتسألي وتقولي له انت فين، انا حبيت اطمن عليك بس انا قلقت عليك قوي. طب هو ليه ما قلقش عليكي؟ ما تحطي يعني فكري في الموضوع ده. يعني هو انت قلقتي عليه قوي، طب هو ما قلقش عليكي ليه؟ ما تحطي لنفسك برضو انت زي ما هو، انت حطاه في مكانه عاليه قوي وان انت حطاه يعني عاملاه كده مبروزاه. يعني هو ليه مش مبروزك انت كمان؟ ما فيش حد احسن من حد، زي ما انت بتحبيه هو لازم يحبك نفس الحب ده. لو ما حبكيش نفس الحب ده خلاص. وكمان ايه يعني ما تبقيش زنان. يعني هو الموضوع الفيديو في الاساس ما تبقيش زنانه. هو حتى بيحبك نفس الحب او مش بيحبك نفس الحب، ما تزنيش عليه، عامليه بمعاملته. سأل ما سألش ما سألش، قالك كلام حب قوليله، جابلك هدية جيبيله، يعني خلي المعاملة خد ودي كده، علشان انتي ما تتعبيش في الاخر وتتعبي نفسيا وانتي تبقي بتلحي عليه وانتي مش في دماغه اصلا. يعني هو او كرهك او عايز يسيبك او بيفكر اصلا في واحدة تانية من ان هو زهق منك، فبيفكر بقى في واحدة تانية اصلا. فانتي اعقلي اللي بيحصل حواليكي، واعقلي من تجاربك، علشان تجاربك دي ربنا جايبها لك ان هو بيعلمك بيها حاجة. لازم تتعلمي منها حاجه، ما ينفعش ان هي تمر عليكي كده، ربنا جايبها لك عشان تتعلمي منها حاجه. لو شايفين ان الفيديو ده ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واعملوا لي بقى اشتراك في القناه، شجعوني عشان انا لسه بادئه في القناه جديد.
واعملوا لي لايك علشان ده بيرفع من رينك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.